خلينا نبدأ من مقطع منتشر على اكس بشكل كبير جدا الساعات الماضية. Gelsin. Uyutmuyorsunuz lan bizi burada. Oğlum delikanlınız gelsinler. Ben Türk'üm Türk. مسكين يهدد. Arap anlamam. عرب Uyutmuyorlar yeter lan. جايب سكين معاه. Kimsiz lan Suriyeli. Lan benim ülkem lan burası. Bak bıçak burada. Gelsin. Sokmazsam. Ha, çek. روح عرب عرب انا صورته انا Arapça. صورته الان اكلم البوليس الان. اللي في الفيديو رجلي أعمال سعوديين هما خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي بحسب ما تم تداوله أونلاين. أما التركي اللي هاجمهم وماسك سكين مثل ما شفتوا فقيل أنه كان سكران والسلطات قبضت عليه، وتم تداول هذا الفيديو اللي قيل أنه لإلقاء القبض عليه. معنا من اسطنبول مراسل العربية زيدان زنكلو. أهلا فيك معنا زيدان، إذا ممكن تعطينا التفاصيل اللي عندك عن هذا الفيديو هذه الحادثة. نعم، الفيديو تم تداوله هذا اليوم على منصة إكس من قبل مجموعة من الناشطين وأيضا بعض وسائل الإعلام التركية. هذا الفيديو على ما يبدو تم تصويره يوم أمس أو خلال الساعات القليلة الماضية، يعني لم يتم تحديد حتى الآن موعد التصوير، لكن تم نشر الفيديو اليوم ووسائل الإعلام التركية عنونت الخبر بتاريخ اليوم. يعني يمكن ترجيح أنه الفيديو أو الحادثة جرت يوم أمس أو الليلة التي سبقتها في منطقة مسلك، حيث كان في أحد المقاهي، وهي منطقة راقية بطبيعة الحال في مدينة اسطنبول، من أرقى الأحياء في مدينة اسطنبول. في هذا المقهى الذي كان فيه رجال أعمال سعوديين، ويقال أنه بعضهم لديه استثمارات هنا في تركيا، قام هذا الشخص، حتى الآن لم تكشف السلطات التركية عن اسمه بعد، قام بحمل سكين وتوجيه الشتائم للعرب، وطلب من الزبائن والزبائن العرب الذين كانوا موجودين في المقهى. وطبعا الحادثة جرت أمام طاولة رجلي الأعمال السعوديين خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي. طلب عدم التحدث باللغة العربية وهذه تركيا، ويجب التحدث بالتركية، وكان يقول أنا تركي، ويشير بإشارات القوميين بيده، إشارات القوميين الأتراك بيده. وطبعا كان كل الفيديو كما سمعتي فيه شتائم، وتم تشفير هذه الشتائم بشكل كبير. الشتائم كانت موجهة ضد العرب. رجال الأعمال كانوا تصرفوا بشكل هادئ وحكيم، لم يشتبكوا أو يحتكوا مع هذا الشخص، إنما قاموا بتصويره. وبالفعل أتت الشرطة بعد فترة من الوقت وتم توقيفه واعتقاله. وحتى الآن يعني المعلومات التي ما زالت متواردة أو وصلنا إليها قبل قليل، ما زال موقوف هذا الشخص وتم إحالته إلى القصر العدلي في مدينة اسطنبول. لأنه كان في تم حديث أنه تم إخلاء سبيله ما إلى ذلك، بس أنت بتقول أنه لا، تم إحالته للقصر العدلي. نعم، حتى الفيديو المأخوذ للشخص هو من القصر العدلي في اسطنبول. يعني إلى ما قبل الظهور كل الوسائل الإعلام التركية كانت تتحدث أنه ما زال موقوف، لكن يعني في الساعات القادمة هل يفرج عنه بكفالة أو يوقع على تعهد أو ما شابه لا نعلم حتى الآن. لكن أنا أنقل ما ذكرته وسائل الإعلام التركية قبل قليل، أنه ما زال موقوف حتى هذه اللحظة. طيب، وسائل الإعلام التركية ومثلا موقع اكس نشيط جدا أيضا في تركيا، كيف هي ردة الفعل وكيف غطت وسائل الإعلام التركية هذا الموضوع؟
نعم، لا شك مبدئيا أن هذا الموضوع لاقى انتشار كبير، خصوصا أنه تزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف اللاجئين السوريين واشتباكات وأعمال عنف طالت اللاجئين السوريين. بالتالي جاء هذا الفيديو ليلقى انتشار كبير. طبعا يعني لا شك أن هناك عنصريين علقوا بشكل مهين على هذا الفيديو يؤيد هذا الشخص، لكن بالعموم شاهدت أن هناك الكثير ممن طالبوا بتوقيف هذا الرجل حتى قبل إلقاء القبض عليه. وهذا الرجل يضر بالسياحة ويضر بالاستثمارات وكثير من ردود الفعل التي كانت ضد هذا التصرف. لكن كما ذكرت لا يخلو الأمر من وجود بعض العنصريين الذين كانوا يعني يؤيدون هذا الفعل، لكن بالعموم غالبية التعليقات كانت تستنكر هذا الفعل وتطالب بالقبض عليه بشكل سريع قبل انتشار هذا الفيديو ليصبح ترند. وعلى ما يبدو أن الفيديو أصبح ترند في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الدول العربية حتى. نعم، طيب احنا بنشكرك على هذه المعلومات وحنتابع طبعا القصة. كان معنا من اسطنبول مراسل العربية زيدان زنكلو.